البنت دي فرحانة جدا ان والدتها عملت عملية والعملية نجحت، فدخلت على الرئيس في العمل قالت له انا بشكرك جدا على مبلغ 100,000 اللي حضرتك قدمتهولي. فهو استغرب لما سمع الرقم، فقال لها انت مين اداكي الفلوس دي؟ قالت له حضرتك بعتها لي مع المدير. قال لها طب يا ريت تيجي انت وهو. الست دي كانت والدتها تعبانه فكانت بتغيب كتير، فالرئيس في العمل طلب بالمدير وساله هي بتغيب ليه كتير، فقال له ان والدتها تعبانه ومحتاجه مبلغ من المال علشان تعمل عمليه. فرئيس العمل اداله مبلغ 80,000 وقال له وصلها الفلوس دي. أخد الفلوس وخرج وإدى الشنطة للمشرفة المسؤولة عن القسم اللي بتشتغل فيه البنت دي. فالمشرفة وصلت لها الفلوس وقالت لها الفلوس دي من المدير. نادت على المدير ونادت على المشرفة وحضروا في مكتب رئيس العمل، فبيقول لها الفلوس دي مش فلوسي لوحدي، وكان لازم تعرفي وقفة زملائك جنبك واحنا كلنا أسرة واحدة. جميل جدا ان صاحب العمل يقدر موظفيه ويحسسهم انهم كلهم أسرة واحدة.